الآن محمد بس ولو زحمة عليك. نعم، ننتقل الآن إخواني إلى صفات نساء النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله. كانت معظم نساء النبي صلوات الله عليه وآله من الثيبات. وأخواني لفظة الثيب معناها المرأة التي فارقت زوجها بموت أو طلاق. إذن معظم نساء النبي كانت معظم نساء النبي من الثيبات والعجائز والدميمات المنظر. فقد كانت عائشة بنت أبي بكر حسب وصف المؤرخين سوداء دميمة في وجهها أثر مرض الجدري، والحجاب هو الذي أنقذها. وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله يكابد ألم النظر إليها وتحمل أخلاقها لحكمة يريدها الله تعالى. وقد طلق الرسول صلى الله عليه وآله عائشة وحفصة وسودة باعتراف جميع العلماء، لكن الكثير منهم حذفوا شيئا من الرواية لتحريف الموضوع والإساءة لرسول الله. والكلمة المحذوفة من الرواية هي بعض. في الأصل طلق النبي بعض نسائه، فأصبح طلق النبي نساءه لتصويره بالجنون والعياذ بالله. طبعا هذا الكلام إخواني ذكره المستدرك بجزء الرابع، وأيضا عيون الأثر الجزء الثاني صفحة 384، وكتاب أنساب الأشراف في الجزء الثاني صفحة 561. وذكر قال: فطلق النبي صلى الله عليه وآله عائشة وحفصة وسودة بسبب أخلاقهن السيئة وكان لا يحبهن، ثم راجع عائشة وحفصة لحكمة أرادها الله تعالى. أيضا جاء بتاريخ يحيى ابن معين ومصنفات الشيخ المفيد عن عبادة: قلنا لسهيل ابن ذكوان: هل رأيت عائشة أم المؤمنين؟ قال: نعم. قلنا: صفها. قال: كانت سوداء. وهذا ذكر في كتاب تاريخ يحيى ابن معين الجزء الثالث صفحة 509، ومصنفات الشيخ المفيد الجزء الأول صفحة 369. أيضا قال ابن حجر العسقلاني إنها كانت أدماء أي سوداء، وهذا ذكر بكتاب لسان الميزان لابن حجر الجزء الثالث صفحة 134، والجزء الرابع صفحة 125، طبعة مجلس المعارف النظامية في الهند. وقال البخاري وابن حبان وابن حجر العسقلاني بوجهها أثر جدري، وهذا ذكر بلسان الميزان لابن حجر الجزء الرابع صفحة 136، طبع حيدر آباد الهند. وروى الزبير بن بكار أن الضحاك بن أبي سفيان الكلابي كان رجلا دميما قبيحا، فلما بايعه النبي صلوات الله عليه وآله قال للنبي: إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء، أي عائشة، قبل نزول آية الحجاب، أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ وعائشة جالسة تسمع، فقالت عائشة: أهي أحسن أم أنت؟ تقصد الضحاك بن أبي سفيان الكلابي اللي كان دميم القبيح المنظر. فضحك النبي من سؤالها إياه، كانت مرأة ليست جميلة وقبيحة حسب وصف الضحاك بن أبي سفيان الكلابي، لكن حكمة الله تعالى أوجبت على رسوله تحملها. وهذا الكلام أخواني ذكر بكتاب السمير المهذب الجزء الثاني صفحة 8 و9. نكتفي بهذا القدر ونترك المجال للأخوة